ضيفنا اليوم فنان متعدد المواهب، ملحن، عازف كمانجا، عازف رباب، وقائد مجموعة مقامات للموسيقى العربية. ضيفنا هو أنيس القليبي، من أمهر عازفي الكمان في تونس وفي العالم العربي. مهارة بارزة في التلحين وتمكن من الموسيقى التونسية والعربية. درس بالمعهد العالي للموسيقى وبالراشدية، ومتحصل على دكتوراه في علوم التراث والتاريخ التونسي. هو ديما في رحلة بحث عن إيقاعات جديدة ومجالات مختلفة للتعبير. أنيس يعمل في مهنة تدريس الأجيال، أستاذ جامعي بالمعهد العالي للموسيقى بتونس، وبالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس، وبالمعهد الوطني للموسيقى بتونس كذلك. ومؤخرا أعاد تجربة مع المعهد الرشيدي، عزف مع الفرقة الوطنية للموسيقى والأوركستر السيمفوني التونسي وفرق مدينة تونس وزخارف عربية، ومع فرقة البحر الأبيض المتوسط. أنيس القليبي ديما يبحث من أجل إبداع موسيقي وتلحين معزوفات تليق بالمستوى اللي وصل له، وأشع به اسم تونس في برشا مناسبات كيما مهرجان الموسيقى العربية بمصر، اللي تحصل فيه على أكثر من جائزة في مسابقة التقاسيم الآلية العربية رغم المشاركات العربية المكثفة. كما شارك في أول حفل تونسي بالباكستان عام 2009 من خلال عرض معزوفات تونسية تحت عنوان أوتار وأجنحة. مشاركات أخرى متنوعة في كل من إسبانيا والأردن وبلجيكا والكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة. ومشاركات في تونس زادة في عدة مهرجانات، وتعامل مع برشا فنانين أبرزهم الفنانة نبيها كراولي. عطاء وإبداع متألق لهذا الفنان اللي حلق بجمهوره إلى عالم الرومانسية، ويحيي في ذاكرتهم زمن جميل بعزف جمل موسيقية كما تقاسيم، وهي من أصعب المعزوفات في المقامات العربية، إحساس راقي ومعزوفات حالمة أثرى بها الساحة الموسيقية في تونس. جذور، انصهار، أريج الخضراء، ذكريات قرطبة، سحر الكمنجة، تاج محل، عطر الشرق، العصفور العاشق، ستامبيلي، معزوفات زادة من التراث التونسي للراحل رضا القلعي، أبرزها جرجيس وجربة. هذه هي أهم معزوفات أنيس القليبي، والرحلة مع العزف ما زالت متواصلة لتكون المحطة القادمة في المسرح البلدي بمناسبة الدورة الثانية لأيام كرتاج الموسيقية في إطار مسابقة عروض المجموعات. أنيس باش يقدم عرض موسيقي على جناح الوتر مع مجموعته الموسيقية مقامات نهار الأحد 15 مارس، عرض يقدم فيه كل ما ادخر من ألحان تمتزج وتنصهر مع جميع الموسيقات الوطنية والتقليدية والعاطفية.